يعني مثلا على فرض مولود بسويدة بالدرزي، اي أمي وأبوي دروز وأنا نشأت درزي، نعم. وصار عمري فد 16 17، لقيت يعني احتاج مصرف وشغل، اشتغل باليوم فد 10 12 ساعة، لو ألقى أكل لو ما ألقى. هم بعد اللي خلق أروح أجيب كل الطوائف والمذاهب. على فرض متى تاني بالعشرين، رب العالمين راح يقول لي أنت ما عندك ولاية علي بن أبي طالب؟ لو يسأل ذاك السني يقول له أنت رافض. لو يعني هذه القصة المسطرة اللي جاي يعني يسوها رجال الدين اللي يصدون هذا. أنقل الكلام عني وكأنه احنا بيوم المحشر يعني تقسيم الناس، هذا صح وهذا خطأ، عقيدة صحيح عقيدة خطأ، وكأنك تشير إلى تلك اللطمية الجديدة مثلا. شنو هي مخجلة والله، ما قابلين بها يعني بغض النظر عنها. الجنة بس للشيعي هي يعني هي هاي فكرة موجودة، يعني فكرة جي. هي الفكرة هذه تحتاج إلى تحليل. يعني أنا أحسن الظن بالجميع، ولكن العاطفة بعض الأحيان الآن هل كل مسلم يدخل الجنة؟ الجواب لا. مثلا قاتل النفس مسلم، قد يكون مسلم قتل نفسا متعمدا، هذا لا يدخل الجنة بنص القرآن. جيد. هل كل كافر يدخل النار؟ الجواب لا. بعض الكفار قد يدخلون الجنة، بعض وقد، يعني تخصيص التخصيص كما في المسلم. قلت ليس كل مسلم يدخل الجنة، وليس كل الكفار يدخلون النار. هاي هسه منصفة. جيد. الآن بحيث نكون بوضوح. لماذا؟ الكافر ليس على قسم واحد، لأن نتحدث عندنا إيمان، الإيمان بالدين الذي أنزله الله عز وجل بغض النظر عن تفاصيل الاختلاف، لكن الدين الحق الذي أنزله الله بغض النظر عن ما هو هذا الدين الحق. هذا الدين من صدق به يقال مؤمن، من لم يصدق به يقال كافر. احنا نتحدث عن الكافر. هذا الكافر ليس على قسم واحد. الكفار عندنا أقسام. مثلا عندي كافر ولد ليس في السويداء، ولد في قمة جبال الهيمالايا، لا توجد لا كتب ولا انترنت ولا تشات جي بي تي ولا جوجل ولا شيء، ولا يوجد مخلوق ليسأله. هذا ولد في ذاك الجبل، عاش ومات، ولم يسمع أصلا شيئا لا عن إسلام ولا عن نبي اسمه محمد ولا عن قرآن. هل هذا يذهب للنار؟ لا. هذا ترجى له رحمة الله. الله قد يشمله برحمته يوم القيامة. قد حتى نحن قد لا نعم، لكن هذا ممن ترجى له الجنة. لا نحتم على الله نحن، بدون ما يصوم، بدون ما يصلي، بدون ما يصوم، ما يمتنع عن الخمر. لا عاد احنا ليش جينا بهذا؟ لا هو لأنه لم يعلم بهذا الشيء. وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. يعني صار الرسول بلاء. هذا ما صار، لم تقم عليه الحجة. جيد. شخص آخر سمع، يعيش افترض في الصين أو حتى يعيش في مناطقنا، سمع في نبي اسمه محمد صلى الله عليه وآله، صلى الله، في دين اسمه الإسلام، في كتاب اسمه القرآن، لكن لا توجد عنده أدوات البحث. مثلا امرأة كبيرة في السن عمرها 85 سمعت بالأمور وهي لا تقرأ ولا تكتب ولا شيء، فلم تستطع الاطلاع على هذا الدين. هذه تدخل النار وهي على عقيدة مثلا مسيحية يهودية؟ لا تدخل النار، ترجى لها رحمة الله. لماذا قلت ترجى لسؤالك؟ لأن الله هؤلاء يختبرهم اختبار خاص في عالم البرزخ. تعبيرنا اليوم في التعليم شنو اختبار قبلي، دور ثاني أو بعدي؟ لا بعدي. لأن الإنسان لما يسقط في الاختبار الأول ملحق يسمى في بعض الدول، يصير اختبار تداركي، فترجى له رحمة الله. بعض علماء يطرح نظرية أخرى، وهذه قد المشاهد يتعجب منها. لو إنسان سمع
بدين، اختلاف الأديان، في نبي اسمه موسى عيسى، وبذل جهده في البحث والتنقيب فوصل إلى أن الحق في المسيحية أو أن الحق في اليهودية، ومات وهو قاطع جازم أن الحق فيما يعتقد به، مع بذله الوسع في البحث. جنة ونار، ممن ترجى له الجنة لا يدخل النار. لذلك السيد الخميني رضوان الله عليه يذكر هذا المعنى، أن بعض علماء اليهود والنصارى من أهل الجنة سيكونون. زين، هو شيخنا أكو مؤمن على اختلاف العقائد، أكو نعم. مؤمن يبحث، وماكو من يبحث لأجل أن يكتشف هو صح ولا خطأ، يبحث وهم ضمنهم المتحدث. احنا نقرأ كتب دينية على مود نقوي عقيدتنا، مو على مود نكتشفها صح ولا خطأ. إذا إيمانك إيمان وراثي فهذه مشكلة. على فرض وراثي. مشكلة الإيمان الوراثي. شنو يعني؟ مشكلة من جهة أنه إيمان ضعيف، قد يذهب مع أول فتنة. لا العفو، ما ذهب مع أول قد يذهب، لا تعرف. لا أريد إيه؟ أني سين وصف صاد، احنا بيوم المحشر. لا أولا، هل أنت يا سين يا صاحب الإيمان الوراثي تضمن أنك تموت على الإيمان؟ لا، بغض النظر. أنا لا لأنه عندنا اختبار للإنسان. أنا ناقش عدالة الإلهية دقيق، وأنا أتكلم عن العدالة الإلهية. الإنسان إلى آخر لحظة في حياته يختبر في إيمانه. في لحظة نزع الروح هناك شيء اسمه العديلة عند الموت. الشيطان يبتليك في عقيدتك في هذه اللحظة عند الموت. أنت إذا إيمانك ضعيف ولم يبنى على يقينيات، تضمن تموت على الولاية، على الإيمان؟ لا تضمن. مشكلة. أنا أقول رجال الدين على كل الأصناف. نعم. حتى رجال الدين اللا دينين هم من نتيجة أكو دين اسمه لا دين. نعم، جميلة هذه طبعا. مستحيل. أحسن. فهذول كلهم يعني يظنون الحقيقة عندهم، وكلهم يموتون على ملء عقيدتهم أنهم الصواب. أختلف معك في هذا. كثير منهم، يعني أبو بكر البغدادي كان عنده شك. نعم، كثيرا منهم من قبيل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أنا شخصيا قابلت رجال دين معروفين، أسماء كبيرة جدا، قابلتها وصراحة بعد الحوار يقول لي الحق معكم، ولكن نحن على هذا الطريق. أعطيك مثال. الشخص الذي أقرأ أبو بكر البغدادي، سألت على أبو بكر البغدادي، الذي أقرأه القرآن وأجازه في القرآن. الآن الداعش يقولون أبو بكر البغدادي تخصصه في القرآن. هذا الرجل تشيع، أنا شخصيا جلست معه أكثر من مرة، تشيع ما شاء الله، وهو ينقل أن هؤلاء كبار القوم أظلهم الله على علم. وأتمنى يوم إذا هو يسمح تستضيفه على هذا الكرسي إن شاء الله، ليحدثك عن الفظائع والفظائع. أنا جلست مع مفتي إحدى الدول العربية، صار نقاش في القضية، أنا أفتح باب النقاش. الشيخ أحمد قال من النهاية أنا أعرف أنكم على حق، وأعرف أن نور محبة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقي موجود في قلوبكم، ولكن قلت له ولكن إذا دخلت على الجملة أفسدت ما قبلها. فلا مولانا، كثير من الناس ممن أظلهم الله علم. يعني تريد تقنعني ابن تيمية لا يعلم الحق؟ لا، رجل كذاب، يكذب صراحة. إذا هو على حق لماذا يستعمل الكذب لكسر ودحض خصومه؟